مساء الخير يا اخوات، عاملين؟ انا عندي مشكله في الحساب ومحتاج حد عبقري من اخواتنا الاهلاويه يحلها لي. اللائحه الرسميه لاتحاد الكوره بتقول النادي اخره يعير 6 لاعبين بس في الموسم. حلو حلو. طب حد يشرح لي كده بالمنطق ازاي لما الموسم بيخلص بنلاقي فجاه 15 و16 لاعب راجعين للنادي من اعاره وانتهاء عقود؟ بصوا بقى عشان نتكلم في الجد والحق، الحركه دي اسمها قانوني بس مش اخلاقي. اللائحه اتقفلت من الباب نقوم ندخل لهم من الشباك. النظام الجديد يا سيدي مش اعاره، النظام اسمه البيع بنيه اعاده الشراء. يعني ابيع لك اللاعب النهارده بمليون جنيه وامضيك على ورق ودي انك ترجعه لي الصيف الجاي بمبلغ رمزي محدد مسبقا. ورقيا امام اتحاد الكوره دي صفقه بيع وشراء كامله الاركان. واقعيا وكرويا دي اعاره مداريه في طوب صفقه. طبعا اخواتنا في الجزيره هيطلعوا يقولوا دي شطاره اداريه، ده ذكاء يا زملكاوي. يا حبيبي ماشي، هي شطاره تلتف بيها على قانون، بس ما تقنعنيش ان دي منافسه عادله لما نادي واحد يبقى محتكر نص لعيبه الدوري وموزعهم على انديه تانية، ولما يجي يلعب ضدهم تلاقي اللاعب فجاه جاله الشد في العضله الخلفيه. دي ما بقتش كوره، دي بقت مسرحيه شاهد ما شافش حاجه. عشان نكون منصفين والناس ما تقولش متعصب، الزمالك كمان فترات طويله استفاد من ثغرات تانية، والكره في مصر طول عمرها بتمشي بالحب والعلاقات. بس الفكره اننا لما نطلب نطبق العداله التنافسيه تلاقي الرد جاهز. يا عم روح ركز مع فريقك وسيبك من المنظومه الناجحه. منظومه ايه يا كابتن؟ ده احنا كده بنلعب دوري الانديه الصديقه مش دوري الممتاز. الاعارات اتعملت عشان تدي فرص للاعيبه الشباب، مش عشان تبقى مخازن استراتيجيه للانديه الكبار. قولي لي بقى في الكومنتات يا فنان منك ليه، تفتكر الطريقه دي صياعه كوره وعادي كله بيعملها، ولا تلاعب باللوائح وعايزه وقفه بجد من الاتحاد؟ شاركوني برايكم وما تنساش تضغط لايك وفولو على الرايق. سلام.